السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتعلموا كيفاش نحضروا مهدئ ومنوم طبيعي، وهو جد فعال يغنينا عن تناول الأدوية المنومة أو المهدئة. يصلح لكل الفئات العمرية سواء الشباب أو الكبار في السن الذين يعانون من الأرق وصعوبة النوم أو القلق أو الستريس بشكل عام. نحتاج في هذه الوصفة أولا إلى القطار. إذن هذا القطار أو جهاز التقطير اللي كنت سابقا عملت به فيديوهات أو عملت عليه فيديوهات، وحضرت به عدة وصفات. ممكن ترجعوا للفيديوهات وتلقاوهم في القناة نتاعي. هذا الجهاز رائع وجدا ننصح باش يكون في كل بيت. واعتذر للمتابعين الذين لم يفهموا طريقة استخدام القطار وخلوا لي تعليقاتهم. إذا اليوم راح نعرفكم كيفاش تتعاملوا مع القطار ونفهمكم جيدا بشكل مفصل. نرجعوا للوصفة. إذا أولا غادي نتعاملوا أو نستعملوا كما قلت لكم القطار. إذا شنديروا أول حاجة أول خطوة غادي نحضروا الماء المقطر. إذا نجيبوا الجزء السفلي، خاطش القطار كما وريت لكم فيه زوج تاع الاجزاء، الجزء العلوي والجزء السفلي. اذا غادي نجيبوا القدره هذه او الجزء السفلي تاع القطار او يعني القدره هذه ونعمروها بالماء. اذا غادي نملؤوها بكميه من الماء، كميه من الماء طبيعي عادي، يعني من ماء الحنفيه عادي الكميه اللي بغيناها. اذا ومن بعد نعاودوا نحطوا الجزء العلوي ونغلقوا القطار بهذا الشكل. نتحصلوا على هذه النتيجه. هنا كما تشوفوا هنايا في الوسط هنا راه كاين فراغ. انا اش غادي ندير؟ غادي نحاول باش نسد هذا الفراغ بواسطه قطعه من القماش، باش كي يكون القطار او النار تحت القطار ويبقى هذاك البخار يطلع ويدير لنا الماء المقطر تاعنا باش ما يبقاش يخرج لنا منه. اذا هذه البلاصه هذه غادي نديروا لها نسدوها، حاولوا باش هذاك الماء ما يخرج لناش منه او ما يتبخر لناش. هذا الشكل نلفوا هذه القماشه كامل ونحاولوا نثبتوها مليح ونفخوا نشمخوها، ما نديروهاش ناشفه، نشمخوها باش هكا تقدر بروحها مليح. نتحصلوا على هذه النتيجه. من بعد نوضعوها على النار. النار ماذا بكم تكون قليله كيما هكا، ماشي قليله بزاف وانما تقدر تكون متوسطه ولا هكذا باش ما ينشفناش الماء بالخف، متوسطه. ومن بعد نجيبوا قرعه كيما هكا ونوضعوها عند الفم هذا نتاع القطار، نثبتوها مليح ونخلو الماء يتقطر. اش غادي يصرى؟ الماء اللي راه هنايا في القدره غادي يطلع ويوصل هنا لهذا المكان، ومن داخل غادي يعاود يهود عبر هذه القناه وينزل في الاناء او في القاروره هذه. ومن بعد نتحصلوا بعد مرور عده ساعات على الماء المقطر. نخلو الماء يتقطر ومن بعد نعاودوا نرجعوا مره اخرى باش نكملوا الفيديو. باش ما نطولش عليكم، كانت عندي كميه من الماء المقطر كنت حضرتها سابقا. نفوتوا للخطوه المواليه. نوضع الماء المقطر في جهاز التبخير. هذا هو جهاز التبخير كما راك تشوفوا فيه او ديفيزور. استعملوا اي ماركه توجدوها في السوق. انا وجدت هذا المبخر، هذا الماركه وجدتها في السوق، تدير 1000 دينار. ها هو الشكل تاعها. وهاي العلبه تاعها. توجدوا هذا المبخر في محلات بيع الاواني المنزليه والديكور او اكسسوارات السيارات، مثل هذه النوعيه اللي راها عندي تاع اكسسوارات السيارات.
نفرغوا كميه من الماء المقطر داخل القنينه او داخل الديفيزور هذا. بهذا الشكل. ومن بعد نجيبوا زيت العطري للخزامه. زيت العطري للخزامه هذا كنا صنعناه سابقا في فيديو سابق، غادي نوضع لكم الرابط في صندوق الوصف. نديروا بعض القطرات من الخزامه او زيت العطري للخزامه معروف بخصائصه المهدئه. غادي نديروا 3 قطرات ولا 4 هكا، ما نكتروش كيما هكا. ومن بعد غنبلعوا الديفيزور تاعنا، نقوموا بعمليه الرج هكا غير بشويه باش يتخلط هذاك الماء المقطر مع الزيت. ومن بعد نشغلوا الجهاز تاعنا هذا. هو يشتغل بشاحن كيما الشاحن تاع الهاتف كيما هكا، عفوا كيما هكا. يبدا هذاك البخار يتصاعد منه كيما هكا، كيما كتشوفوا كيما هذا الشكل كيما هكا. نضع هذا المبخر في غرفة النوم. من الأحسن في الليل عندما نريد أن ننام، ليس في النهار أو في القيلولة. تكون الغرفة مغلقة، نستلقي على السرير، نتركه يعمل. بمجرد الإحساس بالنعاس نطفئه، لا نتركه طوال الليل، وننام نوما عميقا. ونزيدكم ملاحظة أخرى، علاش نستعمل الماء المقطر؟ بإمكاننا نستعمل الماء العادي. الماء المقطر هو ماء صافي وخفيف جدا، وكي يتخلط مع الزيت العطري غادي تولي نتحصلوا على رائحة نقية وصافية وجميلة، ما فيهاش شوائب. خاطر لو كان نستعملوا الماء العادي مع الزيت العطري راح تنبعث منه روائح ليست محببة، خاطر الماء تاع الحنفية مليء بالشوائب. لذلك كي يبدا يتبخر غادي يعطينا ريحة غير محببة. هذا هو الشيء اللي بغيت نقوله لكم. خير، أتمنى أن يكون هذا الفيديو مفيدا وتجربوا هذه الوصفة وتستفادوا منها، وادعوا لي دعوة الخير، وأتمنى لكم نوما سعيدا وهانئا وأحلاما سعيدة، وشكرا.